هل في يوم صادفت شخص مثلا يكون زميلك في العمل أو أحد أصدقائك، كل ما بتقول له على سر ما يقدر يكتمه، على طول بيروح ينشره ويفضحك؟ أو هل صادفت في يوم إنه جاك سر سواء لأحد أقربائك أو أصدقائك أو حتى الناس بعيدة، وكنت بتموت وتتجنن وتقول لأي أحد ما أنت قادر تكتمه؟ يا ترى إحنا ليش ما بنقدر نكتم الأسرار؟ أنا حقول لك ليش. بتقول الدراسات إنه الإجهاد اللي بيجيك نتيجة كتمك لسر يعادل نفس الإجهاد اللي بيجيك نتيجة ممارستك لرياضة معينة. ممكن لو كان السر مرة كبير ويعني حمله ثقيل ممكن يوصل لنفس الألم اللي بيجيك لو عندك واحد من الأمراض المزمنة. تخيلوا كيف حجم السر ده مرهق لمخنا لعقلنا، وبالتالي مرهق لكل جسمنا. الإجهاد هذا بيجينا لأنه إحنا بنخاف إنه السر ده يتكشف، وبالتالي نحرص إنه إحنا نحتفظ فيه، وبالتالي نقعد نفكر بمجهود عالي مرة كيف نحافظ على السر ده وما نقوله لأحد. فلما عقلنا يفكر كثير بياخد دم واكسجين وبروتينات وكل يعني الأشياء اللازمة عشان يعني تكمل عملية التفكير، وبالتالي ده كله بياخده من جسمك، وبالتالي بتجهد وبترهق، وكأنك مثلا ماشي نص ساعة أو راكب دراجة لمدة ساعة أو بتسبح أو أي رياضة. من أهم العلامات في التواصل اللي تخليك تكتشف إنه اللي قدامك ده بيخبي عنك سر ولا لا، إنه بيغير الموضوع بشكل متكرر كل ما جات سيرة السر ده. فمثلا لو افترضنا إنه شخص مخبي عليك إنه مثلا بمدمن مخدرات، وبالتالي كل ما جبت سيرة المخدرات، انت طبعا ما تعرف انه هو مدمن، فكل ما جت سيرة المخدرات بيقوم يغير الموضوع على طول. كل ما جبت سيرة المخدرات بيغير الموضوع على طول. دي واحدة من اهم الطرق اللي بتخليك تكتشف انه اللي قدامك ده مخبي عنك سر. الحاجة الثانية اللي بتكتشف من خلالها انه اللي قدامك ده مخبي عنك سر، مثلا صاحبك عزلته، بتكتشف فجأة إنه صاحبك ده اللي كان معاكم على طول بيخرج وبيتعشى وبيتمشى وكده، فجأة صار منعزل كده ومنطوي مع نفسه. هنا أعتقد إنه غالبا يكون عنده سر مخبي. الحاجة الثالثة اللي ممكن تكتشف من خلالها إنه اللي قدامك مخبي عنك سر، إنه كل ما جاء سيرة السر ده يبدأ يخترع أكاذيب. فمثلا مخبي عنكم إنه متزوج واحدة ثانية، فلما تيجي تقول له فين كنت أمس الساعة 10 في الليل؟ أنا كنت رحت النادي أسبح، بعدين خرجت المطعم وكده. كذبة ورا كذبة، يبني أكاذيب كثير، يعني مش كذبة واحدة، يعطيك سلسلة كذا من الأكاذيب. فتكتشف مثلا إنه أمس الساعة 10 أنت شايفه في مول مع زوجته الثانية. عملوا دراسة على أكثر من 7000 شخص، بيسألوهم إيش أهم الأسرار اللي ممكن يعني تقلق حياتك. فكانت في المرتبة الأولى الأسرار المتعلقة بالحياة العائلية والزوجية تحديدا. مثلا الأسرار المتعلقة بالخيانات الزوجية، دي من أهم الأسرار اللي تقلق حياة البني آدم. وفي هذه الدراسة ذكرت في المرتبة الثانية من الأسرار اللي تقلق حياة البني آدم الأسرار اللي ممكن تدمر العيلة من الناحية المالية، زي مثلا الديون أو القروض. دي من أهم الأسرار اللي ممكن تقلق حياتك. وثالثا جت في الدراسة هذه الأسرار المتعلقة بسمعة الإنسان، زي إنه مثلا تعرف إنه هو على علاقة مع واحدة يعني من تحت لتحت، حالات التحرش اللي تعرض لها الشخص، الرشاوي مثلا إذا واحد تلقى رشوة. الحاجات اللي تمس السمعة دي برضو من الحاجات اللي تقلق حياة البني آدم. في الدراسة دي في معلومة قالوها مرة حلوة ومرة مهمة. بيقولوا في الدراسة دي إنه الإنسان الطبيعي متوسط الأسرار اللي بتعيش جواته 13 سر. طبعا الأسرار الكبيرة المهمة، مو يعني واحد قال لي مش عارف ايه، أسرار كبيرة. متوسط الأسرار اللي بتعيش جوة الإنسان الطبيعي 13 سر، منهم 5 ما حيقولها لأحد نهائيا إلين يموت. حيجي ساعة موتك وإنت لسه ما قلت لهم
40% من أسرارك. متخيل الرقم؟ فيعني إحنا عبارة عن صندوق من الأسرار، كل واحد فينا عنده صندوق من الأسرار حيموت ولسه ما قالهم لأي أحد. وفي الدراسة دي لقوا إنه أهم وأفضل طرق اللي تساعدك على الراحة من الهم ده إنك تكتب أسرارك. فوجدوا إنه الناس اللي كتبت مذكراتها أو أسرارها هم بيعيشوا بطريقة أهدى من الناس اللي بتكتمها في قلبها وما هي قادرة تبوح فيها لأحد. وبالتالي اللي عنده سر مخبيه كده ومقلق حياته يكتبه، وممكن حتى ياخد يعني الكتاب ده ويخفيه في مكان ما حد يشوفه عشان يرتاح. وبس خلاص خلصنا.